السلام عليكم. الشتاء ولزوم الشتاء يعني ايه؟ يعني عايزين حاجة تدفينا. هنعمل النهاردة أحلى كوباية حلبسة ولا نقول حمص الشام، مشهورة عندنا في القاهرة بالحلبسة وبنشربها على الكورنيش وفي الكافيهات. أنا شيرين ودي قناتي حلو وحادق مع شيرين. لو عجبتك وصفة النهاردة اوعي تنسيني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، وتعالي نشوف الدقة القمر دي السر فيها واللي بيخبوه علينا أصحاب المحلات اللي بتعمل الحلبسة. انا جهزت الحاجة من بالليل. انا كان معايا حوالي نص كيلو من حمص الشام، ده طبعا بنشتريه من اي عطار. نقعته من بالليل لحد الصبح، وجهزت معاه الخضار اللي هنضيفه للوصفة بتاعتنا. طبعا زي ما انتوا عارفين حمص الشام لازم يتنقع، اي بقوليات يا جماعة لازم ننقعها مش اقل من 6 ساعات. غيرت له الميه وجهزت بصل وتوم وطماطم، وبقى التوابل بتاعتنا توم باودر وبصل باودر وملح وكمون وبابريكا ومكعب مرق، ده اختياري بس صدقوني بيدي طعم خرافة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا جهزت معايا الحله كده ونزلت بقى بالحمص اللي نقعاه من بالليل حوالي اكتر من 6 ساعات. انا بختار الحمصايه الصغيره شويه، هنولع عليها بقى النار ونسيبها تستوي. ويلا نجهز الدقه بتاعتنا. في نوعين من الدقه للحمص، في دقه بتتحط على الحمص نفسه ودي بتبقى الوصفه الاساسيه، وفي دقه هنعملها بعد ما يخلص. حطينا البصل والطماطم والثوم ومعاهم نص كوبايه ميه زي ما انتوا شايفين، وهنضربهم كويس جدا بالهاند بلندر. ما عنديش هاند بلندر قلنا نستخدم الخلاط عادي جدا. ضربنا بقى الخلطة الخطيرة دي اللي هتديله اللون السحري اللي احنا شفناه في اول الفيديو. اضربي الخلطة كويس، حابة تصفيها صفيها، مش حابة تصفيها انا ما صفتهاش. بجد روعة، ادت تست للحمص الشام تحفة تحفة بجد. انا هنا ضربت كويس جدا الخضار بتاعي اللي هو عبارة عن توم وطماطم وبصل. وهنا بقى كان الحمص بالظبط ما خدش معايا 3/4 ساعة، يعني ما كملش بصراحة، ما كملش الساعة. ومسكت حمصاية كده زي ما انتوا هتشوفوا حالا، لقيتها اتكسرت في ايدي. مجرد ما اتكسرت كده خلاص انا هضيف الطماطم والبصل اللي انا ضربتهم، هننزل بيهم على الحمص عشان يكمل تسوية بالخلطة الخطيرة دي زي ما انتوا شايفين. هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، توم باودر، بصل باودر، معانا ملح، معانا بابريكا، معانا كمون، والكمون اساسي في حمص الشام، وكمان مكعب مرق. طيب احنا كده دي الخطوة التانية اللي هنعملها لحمص الشام. وهنسيب بقى لما الطماطم تتسبك في الحمص كده والحمص ياخد من طعم التتبيلة الحلوة اللي احنا حطيناها، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. عايزه اقول لكم بقى يعني الموضوع بالظبط ما خدش ساعه، وكان الحمص تبارك الرحمن بالشكل اللي انتوا هتشوفوه حالا. طبعا يعني عايزه اقول لكم دفى دفى دفى، يعني شايفين شكل الحمصايه عامله ازاي؟ ما شاء الله بجد حلو جدا، وكان مخلي ريحه البيت بجد ريحه حلوه. دفى، تحسي كده بجو الاسره. معلش الكوبايه دي دلوقتي عامله بره 40 جنيه. انا جبت نص كيلو الحمص ما كلفنيش 25 جنيه، عملت بيه يعني اكتر من 10 كوبايات. شايفين الجمال؟ شايفين لون الحمص؟ لون طبيعي، محطناش اي مواد صناعية، لون طبيعي جدا حلو جدا. يلا بقى نقدمه بالشكل اللي انت حباه، قدميه بالطريقة اللي انت عايزاها. انا جبت الكاسات وهقدم فيها حمص الشام، وطبعا معروف ان هو ما بيتاكلش غير سخن. عايزة اقول لكم الحمص مفيد جدا، يعني كالحمص نفسه مفيد جدا، وفيه قيمة غذائية حلوة جدا لينا ولأولادنا عشان نبقى متفقين. طبعا انا ضفت له مجموعه من الخضار. طبعا الخضار حلو جدا، يعني معنى كده ان الشوربه بتاعته او ميه الحمص زي ما بنقول
طبعا مغذية، فانت بتعملي حاجة ترفيهية ومغذية في نفس الوقت للولاد. هيعجبهم جدا، جربوه. وعايزة اعرف رأيكم في الكومنتات. ودلعي بقى الكوبايات بتاعتك كده، واللي عايز مية زيادة واللي عايز حمص زيادة، ويلا بقى اشتغلي اكنك قاعدة في كافيه بالظبط. بنشوف الولاد في الكافيهات، عمو زود لنا المية شوية، عمو نقص لنا الحمص شوية. زي ما انت حابة ولادك حابين، اعملي لهم الحاجة بنظافة وبطريقة حلوة في البيت. هنعمل بقى الدقة الخطيرة الجبارة. معانا عصير ليمون زي ما انتوا شايفين كده، هننزل عليه بمعلقة شطة. وطبعا دي للمحترفين يا جماعة، طبعا نستبعد الشطة للأطفال قدر الإمكان. دي حاجة ذوقية ومحببة لكل الناس اللي بتحب الحمص الشام. لازم الدقة. حطينا الليمون وحطينا الشطة وحطينا الكمون، وهننزل بحبة بقى من مية الحمص عشان يعني تدي بقى التست العالي للدقة اللي بنشربها عند عمو بتاع الحمص. هنقلب الأول كده التوابل مع الليمون. انا ما حطيتش ملح ليه؟ لان الملح موجود في ميه الحمص، فانا هزود دلوقتي ميه حمص زي ما انتوا شايفين، فهتديها التست بتاع الملح، وهتبقى مظبوطه يعني بالظبط زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم ريحه الدقه دي بجد حرفيا قلبت المكان، قلبت المكان. وكلهم كانوا عمالين يقولوا لي انت عملتي الدقه دي ازاي؟ انت اكيد رحتي سالتي حد بتاع حمص. لا، هو اجتهاد والله، انا ما سالتش حد. ده بقى شكل الكوبايه بتاعت الحمص بتاعنا. قدمي زي ما قلت لك بالطريقه اللي انت عايزاها، وجرنشي الكاسات بتاعتك بالشكل اللي انت عايزاه. انا حبيت بقى احط لهم كده شاليمو بقى كده عشان نظبط الدنيا بقى، ما احنا قاعدين في الكافيه مش في البيت. شايفين الحمص عامل ازاي؟ يا جماله، يا تكاته بجد. فيديو سهل جدا وبسيط، تقدري تساعدي أولادك بكل حاجة بسيطة تقدري تعمليها لهم في البيت. ممكن ما تبقيش قادرة تخرجي أو الوقت مش مناسب أو الجو ساقعة، لا، أنا أقدم لولادي كل حاجة حلوة، كل حاجة بيحبوها بنظافة، بشياكة في البيت. الفيديو النهاردة كان حلو بيكو. لو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. ويلا بينا بقى نحط الدقة بقى على الكاس بتاعنا كده. مش عايزة اقول لكم الطعم والريحة والجمال والشياكة في الكاس ده. اشوفكم على خير، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله.